السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. كابتن محمود الخطيب النهارده بيعمل حركه من حركات جمال عبد الناصر الشهيره جدا، يعني اللي هو يا جماعه انا مضطر اسيب الرئاسه، انا تعبان وخلاص مضغوط ومش عارف ايه. فتاني يوم الناس تيجي طالعه ثوره، لا والنبي لا تخليك ارجوك كمل معانا عشان النادي، ما تسيبش النادي في الظروف دي. فيجي طالع بعدها بيوم يا جماعه انا هاجي على صحتي وهاجي على نفسي ومضطر ان انا اكمل عشان خاطر الناس اللي طلبت مني ان انا اكمل وما اسيبش النادي في الظروف دي. ملهاش لازمه، يعني الفيلم الحمضان ده كده كده مفيش حد على الساحه غيرك، يعني اصل انت لو مشيت مين اللي هيمسك؟ فاهم قصدي؟ نفس القصه يعني. يعني مين اللي موجود على الساحه دلوقتي؟ انتوا قتلتوا الناس الاداريين اللي هم يكون رجل اعمال مثلا معاه فلوس كتير زي بيريز ولابورتا وكل رؤساء النادي في العالم كله، ناصر الخليفي او الشيخ منصور بتاع مانشستر سيتي. حرفيا الناس ما لعبتش كوره قبل كده، ناس مستثمرين. نوادي الكوره عايزه مستثمر، عايزه واحد يعرف يدير. لكن انت لاعبها على عيني وعلى راسي، اسطوره نادي على عيني وعلى راسي. اي نعم انا ما شفتكش مش انا اللي هقيمك، ولكن الناس اللي قبلنا قالوا ان انت كنت اسطوره في الملاعب وخدمت النادي كلاعب وخدمت النادي كاداري وعملت كل ده على عيني وعلى راسي والله. بس يا جماعه الاداره عايزه حد استثماري. كل انديه العالم دلوقتي بتتجه الاتجاه ده. يعني حتى ديفيد بيكهام اللي ماسك رئاسه انتر ميامي، هو مش ما وصلش للمنصب ده من فراغ، لا اشتغل في الاستثمار شويه واشتغل في الاداره شويه عشان يعرف يمسك منصب زي ده. لكن احنا عندنا لاعب الكوره بيشتغل مدير فني وبيشتغل محلل في التلفزيون وبيشتغل رئيس نادي وبيشتغل عضو مجلس اداره وبيشتغل عضو لجنه تخطيط. هو لاعب الكوره ده ايه؟ خريج ايه؟ لا، لاعب الكوره ده. يا جماعه العالم بيتطور والله، احنا واقفين في نفس الحته، احنا لسه واقفين مكاننا. في دول اوروبا المتقدمه، يعني اوروبا والدول المتقدمه اللي معاه اللي خريج كذا يمسك منصب كذا، دارس كذا يمسك كذا، واخد دبلومه كذا يمسك كذا، واخد دبلومه تدريب يبقى مدير فني، واخد مش عارف ايه يبقى ايه، واخد بتاع علاج طبيعي يبقى مدلك علاج طبيعي، واخد احمال يبقى مدرب احمال. هي بتمشي كده. لكن احنا عندنا اقسم بالله لاعب الكوره بيشتغل كل حاجه. لاعب الكوره يطلع يعتزل، يجي ماسك في الجهاز الفني بتاع النادي او اي نادي صغير، بعدها بيومين يمسك مدير كوره، فشل في انه يبقى مدير فني يمسك مدير كوره، طب فشل في انه يبقى مدير كوره يشتغل مدرب احمال عادي جدا، فشل في كل ده يروح يطلع في التلفزيون يقول اي كلمتين هبد في هبد عشان يعمل سبوبه تحليل، طب فشل في التحليل يروح يمسك بقى في النادي اي منصب اداري، طب فشل في اي منصب اداري يروحوا يمسكوا الناشئين، طب فشل في الناشئين يروحوا يمسكوا في قناه النادي. اي شغلانه طالما انت ابن النادي لا تشتغل. يا جماعه الحياه ما بتمشيش كده والله يا كابتن محمود. انت يا كابتن محمود لو بصيت على لجنه التخطيط اصحابك اللي بيشتغلوا معاك، بصيت على الجهاز الاداري اصحابك اللي كانوا بيلعبوا معاك، بصيت على الجهاز الفني كلها لعيبه قديمه. طب فين الكوادر بقى يا كابتن؟ يعني حتى لعيبه الكره اللي ناجحه انت بتبعدهم. طب يعني عايز تعمل كادر اعمل كادر محترم، مش